لو انت مفكر ان اللي حصل النهارده في ماتش الترجي والزمالك صدفه يبقى غلطان. اول حاجه ان الزمالك وجدي جيسوالدو فيريرا بيوجهوا رساله شديده اللهجه لفريق النصر السعودي وبالتحديد كريستيانو رونالدو. اهلا بيكم يا جماعه. والزمالك يفوز على الترجي التونسي في الجوله الرابعه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. ومباراه كانت على الورق كلنا بنتمنى فيها الفوز للزمالك. بينزل الزمالك في المباراه بنشوفه في اداء مميز جدا، نظام مش طبيعي، وزنه الدفاع رجعت بشكل كويس جدا. الزمالك بيلعب 4 باك رايت حمزه المسلوسي اللي كان عامل اداء برجوله عاليه جدا، ويليه احمد ابو الفتوح اللي حرفيا وزن دفاع الزمالك وعلمنا يعني ايه يبقى عندك باك ليفت مهم وما يبقاش موجود. ده غير طبعا احمد سيد زيزو وسيف الجزيري اللي فضل بيحجم لمده 90 دقيقه في الماتش حرفيا وما بيفصلش، وقدر يسجل الجون الثالث للزمالك بطريقه السباحه. ترجي الشوط الاول غير الشوط الثاني تماما. الشوط الاول